كوميسيون طهر. ثانيا الرئيس. السلام عليكم سيد الرئيس، معالي الوزير. الجالية هذه مسكينة، هذه عمرها لا تفكرتوها، كي تفكرتوها عاقبتوها مسكينة. في سنة 2008 اصدر مرسوم رئاسي باه يديروا له مجلس الأعلى للجالية. إلى حد الساعة مساكن هذو ما شافوا لا مجلس ولا يحزنون. حنا كي نشوفوا الجالية تاعنا في الخارج مساكن هذو ما عندهمش مابا مقر. أنا اشتري خطرات معالي الوزير الأول يروح في 2014 كمدير حملة انتخابية، يشوف يستقبلهم في جامع الكبير تاع باريس هذاك. وحنا نعرفوا باللي المؤسسه هذه تاع الاماكن الدينيه كيما راهم يعاقبوهم هنا في الجزائر ويعاقبوهم في فرنسا، كان قادر هذا اللي راه صباح كان اللي راه بصفته كمدير حمله انتخابيه ولا وزير الاول كانوا يتبعوه قضائيا ولا يديروا له رقابه قضائيه. الجاليه كاين ثلاث انواع، كاين اللي بعد قبل الاستقلال وبعد الاستقلال اللي راحوا هذوك مساكن البسطاء يخدموا مانيفريه وماسوين وكذا، واللي الجاليه اللي راحت في العشرية السوداء هما النخبة، هذو اللي يهضروا نيميريك مش كيما انتوما سبيسيفيك. هذه كاع لو غروسو مودو كاع هذا هو النخبة تاع المزدوجة الجنسية، كاع درتوها على جال هذا الشيء، على جال هذو الناس باه ما يجوا ما يشوفوا اموركم، ما يشوفوا واش راكم ديروا. لو هذو يهضروا بالارقام مش يهضروا ابوبري. قال كيما البترول راه $50 انتم هو 43 انتم راكم حاسبينه على ابوبري برك تمشوا غير ابوبري. كي عاد هكذاك كنتوا تزيدوا تاع اللي عنده ريزيدونس تاع الاقامه كنتوا ديروا له، عارفين رواحكم باللي كاع عندكم الاقامات، وعلى بالك باللي الشعب هذا راكم تدينوا للواد. نهار كيما قال لي واحد الشيخ والله العظيم غير هذا الشيخ انسان كبير، قال لي بلي واك راك كنا رايحين كذا، قال لي قول لهم شوفوا انتم راكم داخلين في حياه الشعب، قال لي هما ينقصوا فوق الحياه. قلت له شنو فوق الحياه؟ قال لي هما يركبوا فوق الطياره ويروحوا. هكذاك الامور. تشوف حنا هذوك الحراقه مساكن يجوا تاع 2500 اورو يخلصوها بيجيبوه، هو حراق مسكين يقعد هو يزيدوا يحرقوا عليه صدير ما يجيبوه ما امور. لا تشوف هذه الجاليه مسكينه ما عندها لا مقرات، ما عندها ما شفتوا لها امورها، ما شفتوا لها كما ينبغي الحال ما كذا. وباختصار معالي الوزير انا عندي اليوم انشغال عندك وانت انسان، شوف انا باختصار ماهوش راني نقول لك هاك ولا كذا، انت نورمالمون راك عقبت الحقره هذه وشفتها. أنا هذا حاب نفهم رئيس المحكمة تاع المحكمة الإدارية تاع مدية. هذه قصة حقيقية صارت لي أنا كما يقول الإنسان. المحكمة الإدارية هذه داروا لي غلق مؤقت ل60 يوم. معليش المحامي دار الاجراءات لانه تبعونا قضائيا في المحكمه الابتدائيه، وكي تكون في المحكمه الابتدائيه ما عندوش ضروره يدير لك غلق والله يدير لك امور، لا حتى تفصل فيها المحكمه الابتدائيه. داروا لنا هكذاك، بلغنا درنا عريضه في الموضوع وعريضه قضيه استعجاليه ساعه بعد ساعه. انا الخمسه تاع الصباح راقد باسكو نسكن في ذيك المصنع هذيك 1500 دركي سركلوا عليا وانا كما يقولوا كي اوتون كو نايب. الساعه نورمالمون الساعه يشارع لي دارها 11 روبورتيها، وهي قضيه استعجاليه ما عندوش حق باه يروبورتيها باه ياجلها. الساعه هما كي ينفذوا فاكساو له على 10 كي لحق المحامي تاعي قال له خلاص راكم نفذتوا خلاص ما عندكش حق باه تزيد ديروا كذا. نورمالمون الطعن في القرار تاع الوالي نورمالمون يريسبكتو امور عليك تقول استقلاليه القضاء. انت كي تشوف رئيس المحكمه يضرب راسه على الحيط ويقول للمحامي يقول له عندي اوامر من الفوق، ما عرفناش الاوامر من راهم يجوا لا من لا في الخيال ولا امور ولا كذا. هنا والله ما فهمتها كيفاش الامور. ومعالي الوزير هذيك تاع السؤال الكتابي اللي درتو وقلت لنا باللي محكمه قصر البخاري اللي راني نترفيني عليها معالي الوزير غير نشارع فيها باش بقاو 4 اشهر وان شاء الله نشارع فيها بتكون هي محكمه جديده. هذيك اللي قلت لنا باللي في نوفمبر نجي ندشنها هي وطابلات، وهذاك على بالك باللي عندي عليها ملف من 2004 ملف هذا من 2004 الى يومنا هذا مصدر عليها الموضوع من فضلك. انا رجعت للموضوع عندهم مستثمرين تاع السياحه 120 مليار تعطيها لهم، تقول لهم تبنوا مركبات سياحيه وفي الصيف تجند لهم حافلات باش تقول لهم روحوا لتونس ويدوا معهم 1000 اورو ويديروا لنا الطاقه في الحدود تاعنا والدعم بها قطاعات سينمائيه باه يكرموا بها المصريين على حساب الجزائريين وكل شيء كما قال لك من اللي حيدوا بخلص.
كيما هذيك مسكينه الفنانه باهيه راسي هذيك، انا نقول لها من هذا المنظر كي دائما تكون دي نجمه تاع الجزائريين. انا اللي كطلع بكري كي كنت نشوفها تاكل ولادها دائما نقول لها كلات ولادها، هي الفكر تاعها عند بالها باللي كي تاكل ولادها تبسوا في كرشه وهي كلاتها. هكذا الحكومه تاعنا هنا اليوم دائما قاعدين نعبدوا في البترول، ها طلع ها هبط ها كذا. وزير الطاقه هذا واش جاب لنا؟ راه 43 دولار للبرميل. لو كان استثمرنا غير في المايس والصوجا رانا الحمد لله لاباس علينا. كيما قاعد تبعوا في الواردات البترول، شوف كذا، شوف الناس وين راهي وين تطورت. حنا بكري دايرين السبحه كيما هذه قاعد يقولوا بورصه تطور، بورصه العود. شوف الناس وين تطورت، السبحه الكترونيه راهم قاعدين يعبدوا فيها، وطلع ها هبط ها دار كذا. ميزانيه 2017 بنيتوها على 50 دولار للبرميل. هذا التوقعات منين جبتوها؟ باغي تلعبوا انتم ايران والسعوديه وروسيا ولا راكم تمشوا غير افريقيا ولا ما فهمتش انا كذا. لو كان البترول هذا ما يوصلش 50 دولار للبرميل، العجز الميزانيه منين راح تغطوها؟ منين؟ راكم ديروا كيما هذا الساده، يشري عليه يشري عليه كاروطه ب 200 مليون ويبيعها ب 8 مليون. حنا نبيعوا البترول ب 40 دولار ونشروا فيه ب 8 دولار. وهنا كون جات عندنا غير تاع كما يقولوا المعامل تاع التقرير، كنا قلصنا من الفاتوره تاع 5 ملاير دولار، هذه كنا قلصناها. كما يقول الانسان امه كل يوم قاعد ينزل. محطه البنزين تاع طريق السياره هي حاجه بالك شفت لي فاكتور تاعهم 300 مليار مبنيين، دير وحده لينا وحده ليله. هذه اللي سبق ربي يدير لها اخترع 100 مليار ونعوضوا 200 مليار. وما فيهاش مابا بيرغانيزاتور باهره ولا تكريم ما تبقاش مابا ديرها. انا ما فهمتش بها. حنا كي نشوفوا غير المستشفى تاعنا تاع طباق عطاتنا هبه تاع الدوله تاع السعوديه وسرقناهم باش يدير امور اللي كيفيروا ديك 100 سنه نخدموا بها هذيك تاع السبيطار تاعنا اليوم مهجور الى يومنا هذا. انا كي نشوف السي سعيد قال لك بلي زوجت ولدي راك نحوس على كرسي من سرعه جزائري، قال لك ما صدتوش. انا نقول روح شوفوا عند هذاك تاع التاكسي وتاع البودره والنايب تاعو هذاك تاع التربيه اللي راه كيما يقول لي هو راه حاط عندنا غير المدير من هو نقص البخاري 35 كيلومتر، راه عنده 6 سنوات والناس تموت وواحد ما يقدر يقول له واش راك دير. الوالد اللي يجي خاصو يدير لوبيتال يديروا طار ولا امه كيف يجي. هذول الاسيو صاروا كيما الكهنه تاع سيدنا يوسف عليه السلام يملؤون في بطونهم. حنا الشعب واش يديرنا؟ داروا لنا الكامبين، قالوا لنا روحوا قدموا الكامبين غدوه 20 سنه بعد نخدموا الاستثمار بدنا نخدموا به ما يقولوا. والاسيو واحد يديها واجده والماده تاع 66 من قانون الماده تاع 2016 واجد وكذا وقسمتوها كباره تاع الفرماج. كل واحد دا في القسنطينه، الاخر دا في الجلفه، الاخر دا في الجلفه والشعب قسمتوا عليه لاطاكس. هذا ما يستاهل كاع. وبالاخير كما يقول لك الانسان باختصار واش نقول لك مريم؟ المالي الوزير هذاك مدير تاع الضرائب اللي راه يحكم فيه وزاره الصناعه يقولنا ولا يحكم فيه وزاره الماليه يقولنا. انا درت استثمار في 2002 تاع الله بكري كنقولوا لابسي مش لوندي، يقول لي ريكتيبيا تاع 2002. انا استثمرت ودرت مصنع وراه عنده 14 سنه يبعث له ضريبه ويقول له ريكتيبيا. يا هذا عنده 12 سنه هذا المدير تاع الضرائب ولا واحد يقدر اغنى انسان على مستوى الجزائر. واخرتها واش تدوب؟ كفن تدوب البخور خوت حتى الريحه تاع اكسيلونس ما صحيكمش، صحيكم قد الريحه هذه تاع الاكسيلونس اللي تاع تجيبوها من باري وكذا. هذا ما تدو الكفن وكذا والبخور. ها البخور جبت لكم هو هنا، هذا هما اللي يدوه. تبنوا مركبات سياحيه وفي الصيف تجند لهم حافلات باش تقول لهم روحوا لتونس ويدوا معهم 1000 اورو ويديروا لنا الطقس في الحدود تاعنا والدعم بها قطاع سينمائيه باه يكرموا بها المصريين على حساب الجزائريين وكل شيء. كما قال لك من اللي حيدوا بخلص. كما هذيك مسكينه الفنانه باهيه راسي هذيك، انا نقول لها من هذا المنظر كي دائما تكون دي نجمه تاع الجزائريين. انا اللي كطلع بكري كي كنت نشوفها تاكل ولادها دائما نقول لها كلات ولادها، هي الفكر تاعها عند بالها باللي كي تاكل ولادها تبسوا في كرشه وهي كلاتها. هكذا الحكومه تاعنا هنا اليوم دائما قاعدين نعبدوا في البترول، ها طلع ها هبط ها كذا. وزير الطاقه هذا واش جاب لنا؟ راه 43 دولار للبرميل. لو كان استثمرنا غير في المايس والصوجا رانا الحمد لله لاباس علينا. كيما قاعد تبعوا في الواردات البترول شوف كذا، شوف الناس وين تطورت.
حنا بكري دايرين السبحه كيما هذه كاع كيقولوا بورصه الثور بورصه الحوت. شوف الناس وين تطورت، السبحه الكترونيه وهم قاعدين يلعبوا فيها وطلعها وهبطها ودار كذا. ميزانيه 2019